ربع ساعة إلى نص ساعة إلى 20 دقيقة. لازم ناخذ الصور يا إخوان في أهم شارع هنا في مدينة العيون، شارع مكة. مدينة صغيرة مثل ما قلنا لكم، بس اللي يطلع من أي مدينة مغربية وينزل هنا في العيون أو في المدينة اللي بعدها اللي اسمها الدخلة، بصراحة يلاحظ هناك فرق. شو بقول لكم، كيف أعبر، فرق ايديولوجي، فرق في الثقافة. يمكن بعض المغاربة يزعلون مني، لكن الصراحة هذا رأي شخصي، الله يخليكم لا أحد يزعل من هالكلام. بس بصراحة هناك في فرق، الواحد يتلمس لما يوصل هالمكان. حتى اللهجة غير، اللهجة مفهومة لنا كخليجيين أفضل عن لهجتهم هنا. عموما أنا حبيتكم تكونوا معي في الصورة وتشوفون المدينة عن قرب، وإن شاء الله أني كفيت ووفيت تغرير بسيط عن مدينة العيون. يعني آخر مرة أنا أذكر أني جيت هالمكان تقريبا 3 سنوات ونص أو 4 سنوات، لكن المدينة عموما يعني فيها الأمن منتشر بكثرة وكذا. تعرفون أنتم هاي مرت يعني اضطرابات سياسية، الناس اللي فيها عارف أنتم مثل ما أنتم عارفين من زمان يعني يبغون يستغلون عن الحكومة المغربية، والسبب هذا المدينة فيها عناصر كثيرة من الأمان وكذا. الواحد يعني ما يأخذ راحته حتى في التصوير، ما تدرون أنا شو أسوي. بعض اللقطات ما زلنا في مدينة العيون، شارع فرعي من الصباح، لأن الحين النافورة شغالة والحركة كثير سيارات وكذا مثل ما قلنا لكم. هذا مركز المدينة من النافورة هاي للنافورة هاي، وفندقنا كثير. سلامي للصديق البلتوكي الصحراوي نجداف، واسمح لي ما اتصلت لك، ما ابغى اكلف عليك، انا اقدر ادبر عمري. سلامنا لبنت العيون بعد سوسو سرلاك. هذا تغريرنا عن مدينة العيون يا اخوان، والسموح على التقصير، واذا في اي انتقاد صدرنا مفتوح للجميع، للسب، للانتقاد، لكل شيء. دربكم خضر والسموح على التقصير، واي سؤال انا حاضر، والناس اللي يراسلون سوق الصناعات التقليدية، جوهرات تعرف، ابو الغباب البيض، قريب من ساحة المشروع. اوتيل على البحر في فم الواد، منطقة فم الواد في مدينة العيون. مدينة صغيرة جدا فيها بعضها. هذا يا اخوان محيط الأطلسي، هذا المحيط. ان سبحت وسرت يسار بتروح امريكا الجنوبية، واذا سبحت ورحت يمين بتروح امريكا الشمالية. هذا شاطئ البحر في مدينة العيون في منطقة واد فم الواد. ما زلنا يا اخوان في منطقة واد فم الواد على البحر في مدينة العيون. مثل ما قلت لكم، اللي يبغي امريكا الجنوبية يسبح من اسفل الاتجاه، امريكا الشمالية الاتجاه هذا طوال يسبح،
ما توقفك إلا الشواطئ الأمريكية. هذا المحيط الأطلسي، درجة الحرارة 15. شوف قرية صغيرة، بيوت يعني متواضعة، اللي يبقى ياكل الحوت، قصدي السمك، يعني طبخة السمك في هالمكان.